أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومودة، وأهلا وسهلا بكم في القناة. قبل أن نبدأ المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة واترك لنا تعليق محفز لنستمر في نشر المزيد ومشاهدة ممتعة. جددت ألمانيا اليوم دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي تقدم بها المغرب في 2007 باعتبارها مجهودا جادا وذا مصداقية من قبل المملكة وأساسا للتوصل إلى حل مقبول من الأطراف. وأكدت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات أجرتها ببرلين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على دعم ألمانيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي مستدام ومقبول من الأطراف. وبنفس المناسبة أعرب الوزيران مجددا عن موقفهما المشترك إزاء حصرية الأمم المتحدة في العملية السياسية، مع تجديد تأكيدهما على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتي سجلت دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي براغماتي مستدام وقائم على التوافق. كما جدد البلدان تأكيدهما على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وجهوده من أجل الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة. تحدثنا حول القضايا الإقليمية والدولية، وكانت مناسبة باش نعبر على ارتياحنا لموقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية. احنا معا كنشتغلوا لإيجاد حل في إطار الأمم المتحدة، وندعم معا جهود المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا. والمغرب يريد حل لهذه القضية بطبيعة الحال في إطار مبادرة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب في 2007، ونشتغل مع دي ميستورا ومع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أكثر من 40 سنة. منذ زيارة السيدة الوزيرة العلاقات تطورت بشكل إيجابي، ونحن جد مرتاحين لتطور العلاقات الثنائية، وكنشكروا كثير على الدور اللي قمتي به باش أن هذه العلاقات تأخذ هذا المنحى. منذ غشت الماضي 6 الوزراء مغاربة زاروا ألمانيا وتباحثوا مع زملائهم، وهناك لقاءات كذلك اللي كانت بين مسؤولين مغاربة وألمان على هامش اجتماعات دولية في جنيف وغيرها. المغرب اليوم هو الوجهة الثانية للاستثمارات الألمانية في القارة الإفريقية، وهذا عنصر مهم من خلال تواجد 160 شركة ألمانية اللي اليوم كتشتغل في المملكة المغربية. وهذه كلها عناصر كتأكد بأن العلاقات الاقتصادية كذلك بيناتنا تطورت. العلاقات الأمنية والتنسيق الأمني كذلك عرف واحد التطور إيجابي من خلال اللقاءات على أعلى مستوى بين المسؤولين الأمنيين. وحوارنا حول قضايا الهجرة يعني يسير في الطريق الصحيح، ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة ليست لا مع الهجرة ولا ضد الهجرة، ولكن مقاربة عقلانية ومسؤولة لمعالجة قضايا الهجرة. إذن فالتطور خلال هذه السنة كان تطور جد إيجابي، ونحن مرتاحون لهذا التطور. وبحال اللي قلت توجيهات جلالة الملك هي أن نذهب أبعد في علاقتنا مع ألمانيا في كل المجالات. التصريح اللي المشترك اللي كان اتفقنا عليه في السنة الماضية كينص على مجموعة من التدابير اللي غادي نبداو فيها، وبحال اللي قالت السيدة الوزيرة انطلاقا من السنة المقبلة غنبداو في حوار استراتيجي اللي هو من الحوارات القليلة اللي عند المغرب مع دول أخرى، وغيكون مناسبة باش نتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية وحول القضايا الإقليمية. كذلك غنشتغلوا على مجالات جديدة اللي منها الطاقات المتجددة، منها البنيات التحتية، منها كذلك الانتقال الرقمي،
وكلها مجالات يمكن لها تنضاف للمجالات التقليدية للتعاون بين بلدينا. علاقات متميزة وآفاق متجددة تهم العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وألمانيا. تعاون ناجح بين البلدين من خلال توسيع مجالات وأشكال التعاون المشترك بينهما. في الجانب الأمني يعمل الطرفان على تعزيز التعاون العملياتي في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك الجريمة المعلوماتية وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل خلفية لدعم وإسناد التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم. يتجسد هذا التعاون العملياتي الثنائي في تقاسم المعلومات بشأن الأساليب الإجرامية المستجدة والأشخاص المشتبه فيهم، وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع وإنجاح الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، فضلاً عن مشاركة وتقاسم الممارسات الفضلى والآليات المعتمدة للكشف عن مسارات التطرف والتجنيد وحركية المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية. في الشق الاقتصادي ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الرباط وبرلين إلى 1.5 مليار أورو خلال الفصل الأول من السنة الحالية، بزيادة تقدر ب 32.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأفاد بلاغ للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب بأن المملكة من بين البلدان الأكثر تصديراً نحو ألمانيا، إذ استوردت برلين أكثر من 690 مليون أورو من المغرب، بزيادة بلغت أكثر من 36% بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص الصادرات الألمانية إلى المغرب، شهدت هي الأخرى ارتفاعاً هاماً بلغ 874 مليون أورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو ناهزت 30% بالمقارنة مع العام الماضي. من جانب آخر، وزيرة الخارجية الألمانية أشادت بمساهمة المغرب في الجهود الإقليمية والدولية في عدة مجالات، معتبرة أن الرباط أصبح موقعاً استثمارياً هاماً للشركات الألمانية في إفريقيا بفضل تطوره الدينامي، مضيفة أنه شريك أساسي للتعاون التجاري الثلاثي الذي يجمعه مع ألمانيا وإفريقيا. كذلك تعتبر ألمانيا أن المغرب يدعم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي وألمانيا بشمال إفريقيا وبإفريقيا بشكل عام، وباعتباره حلقة وصل بين الشمال والجنوب. تقوية الشراكات قائمة بين المغرب وألمانيا في مجالات أخرى كتطوير الهيدروجين الأخضر ومكافحة تغير المناخ، إضافة إلى التعليم والمرأة والتشغيل. أتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.